عليكم شباب، سلام الله عليكم والرحمة في دورة أساسيات كالي لينكس. في درسنا لهذا اليوم سنتعلم كيفية التعامل مع بروتوكول SSH وتفعيل هذا البروتوكول الذي يتواجد بداخل كالي لينكس لكي نستطيع الدخول عن بعد إلى داخل كالي لينكس. لدينا الأمر جيرب والذي يعمل على السيرش باترن بهذا الشكل. أقوم بالبحث عن هذه العبارة permit بهذا الشكل permit root login بهذه الطريقة. جميل جدا. في المسار الذي يدعى etc ssh بهذا الشكل، وأقوم بالبحث على في داخل الملف الإعدادات الخاص بهذه الطريقة. جميل جدا. حاليا سوف أقوم بعمل أنا أفضل أن نقوم بالدخول عن طريق الروت بهذا الشكل، روت بهذه الطريقة أيضا كالي. جميل جدا. أقوم فقط بنسخ هذا الأمر بهذا الشكل، سوي كوبي سيلكشن وأقوم بالبحث عن العبارة التالية. جميل. طيب الأمر الآخر لدينا الأمر مان والذي يعمل وصف مانوال ل SSHD بهذا الشكل config SSHD config بهذا الشكل، وعمل بايب بهذه الطريقة، والتاج C1 والأمر الأول العبارة التي تتواجد بداخل الملف الخاص بال SSHD config الذي هي عبارة عن باسورد بهذا الشكل، وأسوي أوكي بحث. جميل جدا. طيب الآن قمنا بتفعيل أو بالسماح بالدخول بال SSH. آخر جزئية سوف نقوم بعمل ماذا؟ sudo system بهذا الشكل system ctl وعمل ريستارت لحفظ الإعدادات لخدمة ال SSH لحفظ الإعدادات والسماح بدخول ال SSH. جميل جدا. إذا تم تفعيل البيانات بالشكل التالي. الآن لدي برنامج يدعى الباتي بهذا الشكل. هذا البرنامج يعمل على تسجيل الدخول عن طريق ال SSH أو البورت 22. أنا الآن باخذ الاي بي الخاص بي الذي يتواجد بداخل الكالي لينكس، أسوي كوبي بهذا الشكل وأقوم بوضع الهوست نيم بهذه الطريقة وأسوي ايش تشغيل. الآن سوف يطالبني بتسجيل الدخول. سوف أقوم بكتابة اليوزر نيم كالي والباسورد أيضا كالي بهذا الشكل. لو جيت تلاحظ الآن تم تسجيل الدخول بالحساب أو المستخدم الذي يدعى كالي بهذه الطريقة. بالإمكان أن تقوم بكتابة الأوامر وعرض الملفات، أي جزئية تريد أن تقوم بها بداخل كالي لينكس عن بعد عن طريق البروتوكول ال SSH. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر بالإمكان أيضا استخدام برنامج ال WinSSCP بهذا الشكل لعمل تسجيل دخول أو تبادل البيانات بالشكل التالي. سوف أقوم بكتابة الهوست نيم الذي هو عبارة عن الاي بي الخاص بالكالي لينكس بهذا الشكل، أضع في هذا المكان، واليوزر نيم عبارة عن كالي، والباسورد أيضا عبارة عن كالي بهذا الشكل. سويت تسجيل دخول. لاحظ تم تسجيل الدخول إلى داخل كالي لينكس. الآن بإمكانك استعراض الملفات وتبادل البيانات أو نقل البيانات إلى داخل الكالي لينكس عن طريق هذا البرنامج. سوف أضع لكم روابط البرنامج بإذن الله تعالى. إلى هنا انتهينا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.